هو ليه الشاحنة دي من أكتر الشاحنات المظلومة في السوق المصري؟ خليني أقول لك إن دي شاحنة إيفيكو يورو ستار، واللي بدأ إنتاجها ونزولها سنة 1993، وكانت نقلة عن الموديل اللي قبلها اللي هو إيفيكو توربو ستار، وكانت بتنزل بمحركين ال V8 سعة 17 لتر، والإنلاين 6 سلندر اللي هو محرك الكورسر سعة 12.9 لتر، وبقوة حصانية من 380 لحد 520 هورس باور، وكانت بتنزل بفتيس الزد اف، واللي كان يعتبر نقلة في تصنيع الجير بوكس وقتها. واللي ميز الشاحنة دي هي كابينة الهاي روف سليبر، واللي كانت كابينة واسعة ومريحة للسواق، وكانت عربية اعتمادية جدا، حتى استهلاكها للجاز كان قليل وقتها. ولكن من عيوبها انها كانت اقل في التكنولوجيا من الشاحنات اللي حواليها، وحتى الشكل الخارجي ليها مفيش ناس كتير قبلت عليه. كان من اكبر عيوب الشاحنة دي هي مشاكل الكمبرسور، وبالنسبة لسعرها في السوق المصري حاليا فسعرها بمتوسط 800 ألف جنيه، وده طبعا حسب الحالة والموديل. واستمر انتاجها لحد سنة 2002، واللي كانت بداية لشاحنة جديدة من شاحنات ايفيكو، الا وهي ايفيكو سترالس.